ساعات كتير بتيجي في بالنا أسئلة مهمة عن الحياة أو عن الإيمان، ونبقى مش عارفين نبدأ ندور على إجابات فين. أصل النت مليان كلام كتير، صح؟ طبعا، وممكن تتوهي وسط كل المعلومات دي وما تبقيش عارفة ايه الصح وايه اللي مش قوي. بالظبط. عشان كده النهاردة هنتكلم عن مكان واحد ممكن نلاقي فيه إجابات منظمة وحاجات كتير قوي باللغة العربية. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. المنيو واخدك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في المنيو، المكان اللي هيساعدك تختار هتتعلم إيه. تمام. المكان اللي بنتكلم عنه النهاردة هو النسخة العربي من موقع مشهور عالميا اسمه gotquestions.org. أعتقد سمعت الاسم ده قبل كده. هو معروف جدا. الفكرة بتاعته يعني ببساطة إنه بيقدم إجابات أسئلة كتابية. يعني إيه إجابات أسئلة كتابية دي؟ يعني لو في أي سؤال، أي استفسار ليه علاقة بالكتاب المقدس أو بالإيمان المسيحي أو حتى بالحياة عموما بس من وجهة نظر كتابية، الموقع بيحاول يقدم إجابة مبنية على فهمهم وتفسيرهم للنصوص دي. فهمتك. يعني الهدف إن اللي بيدور على إجابات بالعربي للمواضيع دي يلاقي مكان يروح له، مش مجرد معلومات عامة وخلاص. مظبوط. والمهم كمان إنه باللغة العربية وموجه للناس اللي لغتهم الأم عربي، شباب بقى أو أي حد مهتم. طيب، إيه نوعية الأسئلة اللي ممكن نلاقيها هناك؟ أكيد مش كلها حاجات عميقة قوي يعني. لا، هي متنوعة بشكل مش طبيعي بصراحة. يعني في الأسئلة اللي هي الأساسية خالص، زي مثلا إزاي أضمن الحياة الأبدية، أو لو عايز أطلب غفران ربنا أعمل إيه. دي حاجات ممكن تيجي في بال ناس كتير. دي أسئلة مهمة فعلا. وفي بقى حاجات تانية كتير زي أسئلة عن الله نفسه، عن السيد المسيح، عن الروح القدس. حلو قوي. وسمعت إن في حاجة عن الكتاب المقدس نفسه؟ أيوة، في قسم بيعمل زي مسح شامل للكتاب المقدس. ده بيبقى مفيد لو حد عايز ياخد فكرة عامة كده عن كل سفر، إيه قصته وإيه أهم النقط اللي فيه. دي فكرة ممتازة، بالذات لو حد لسه بيبدأ يقرأ أو عايز يربط الأفكار ببعض. بالظبط. وغير كل ده، في حتة عملية جدا ليها علاقة بحياتنا بقى. زي إيه مثلا؟ يعني تلاقي أسئلة عن الجواز، عن العلاقات، عن العيلة وتربية الأولاد، حتى عن القرارات المهمة في الحياة، تاخد قرار إزاي وكده. دي بقى اللي بتلمس ناس كتيرة قوي. يعني لو شاب أو شابة بيسمعونا دلوقتي ومحتارين في قرار شغل أو ارتباط، ممكن يلاقوا هناك زي إطار للتفكير أو مبادئ بيقولوا إنها من الكتاب المقدس، تساعدهم ياخدوا القرار ده. مش حل سحري طبعا، بس وجهة نظر تساعد. جميل. ده تنوع كبير فعلا. طيب، هل بيتكلموا عن وجهات نظر تانية غير المسيحية؟ دي نقطة مهمة. في قسم بيتكلم عن الأنظمة الدينية والأديان المختلفة، وفي جزء مخصص لأسئلة إسلامية. طبعا كل ده من وجهة نظر الموقع وتفسيره هو للكتاب المقدس. تمام. يعني هو بيعرض رؤيته هو للمواضيع دي. مظبوط. وفي كمان حتة اسمها الدفاعيات والرؤية المسيحية للعالم. الدفاعيات؟ الكلمة دي ممكن تكون تقيلة شوية، يعني إيه؟ هي ببساطة يعني الأبولوجيتكس، اللي هو تقديم ردود منطقية أو عقلانية عشان تدافع عن الإيمان المسيحي أو توضحه للي عنده تساؤلات أو شكوك. فهمت. يعني زي شرح وتبرير للمعتقدات دي. بالظبط كده. طيب، والموقع نفسه بقى سهل الواحد يستخدمه؟ يعني مع كل الكم ده من المعلومات الواحد يلاقي اللي هو عايزه إزاي؟ لا، بصراحة هو بسيط جدا. في مكان للبحث زي أي موقع، بتكتبي فيه الكلمة أو السؤال اللي في بالك، يطلع المقالات اللي ليها علاقة. ولو بقى السؤال بتاعك ده مش موجود أصلاً، ممكن تبعتيه ليهم وهم بيحاولوا يجهزوا له إجابة. الله، دي حاجة كويسة قوي، يعني تفاعلي كمان. فعلاً، عامل زي ما تكون موسوعة كبيرة كده، بس ممكن تسأليها كمان. وحتى في قسم عن الاستشارة بيقدم نصايح عملية لمشاكل زي القلق أو الاكتئاب أو مشاكل العلاقات، برضو كله من وجهة نظرهم الكتابية. يعني أداة شاملة إلى حد كبير. نقدر نقول كده طيب، بنشجع بقى أي حد مهتم إنه ياخد لفة كده في الموقع ده ويتفرج بنفسه. أكيد هيلاقي حاجة تشده، وهتلاقوا اللينك بتاعه في الوصف بتاع التسجيل. وأكيد استكشاف محتوى زي ده ممكن يكون بداية كويسة، بس دايما كويس إننا نبص على أكتر من مصدر
ومن أكتر من زاوية عشان نكون فهمنا الخاص. ودي نقطة مهمة قوي. تفتكر هل كفاية إن الواحد يعتمد على مصدر واحد بس للمعلومات حتى لو كان شامل قوي زي ده؟ ولا رحلة البحث عن الفهم والحقيقة محتاجة دايماً إننا نسمع ونشوف وجهات نظر مختلفة؟ سؤال نفكر فيه. اختار اللي ينفعك. بودكاست المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.